بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في قناة سلام الإعلامية المباركة. أحييكم أنا أحمد شريف برفقة الزملاء الفنيين والمخرجين، ونرجو لكم دوما أن تكونوا في أمان الله وحفظه. اليوم هذه الحلقة 100، رقم 153 بحمده تعالى. ودوما نبدأ بالآية من القرآن الكريم: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، صدق الله العظيم. المشاهدون الكرام، في هذه الحلقة التي ستكون متميزة بتميز ضيفنا العزيز من العراق الشقيق، وهو الأستاذ الشاعر الناقد الباحث في نفس الوقت، الأستاذ نزار حنا يوسف الديراني. تعرفت عليه هنا في أستراليا، وكان لقاء طيبا، وأن تتعرف على عالم وباحث خاصة في النقوش العربية والشعر وغير ذلك هو كسب ومكسب عظيم. طبعا أنا التقيته في أكثر من قناة قبل هذه، في الرسالة عندما كنا معهم في RAPM، وعقدنا له ندوة للجالية الإريترية هنا في مدينة ميلبورن، تحدث فيها عن تاريخ الخط العربي وعلاقته بالحروف السبائية، وبحثنا فيه، وكانت محاضرة قيمة استمرت لأكثر من 3 ساعات. تعميما للفائدة، أنا دعوته وقلت له: ما رأيك أن تكون ضيفا عزيزا في قناة سلام الإعلامية، خاصة في برنامج مع اللغة العربية، وهو صميم تخصصه ودراسته. أستاذ نزار، آسف على الإطالة، وأهلا ومرحبا بك مع مشاهديك الكرام. أهلا ومرحبا بالجميع. الله يخليك. أستاذ نزار، كيف صحتك وعافيتك أولا؟ الحمد لله، شكرا جزيلا، ماشي. طيب. أستاذ نزار، على الرغم من أنك أنت معروف لدى الوسط الثقافي والشعري والبحثي، لكن برضو من حق المشاهد لقناة سلام أدينا في إيجاز، يعني تعريف من أين أنت، وإن كان قلنا من العراق، لكن العراق فين، والخلفية والنشأة، وبعد ذلك ندخل إلى محاور اللقاء. فأهلا ومرحبا بك مرة. أهلا ومرحبا. أنا من شمال العراق، من قرية اسمها قرية ديرابون، خريج كلية إدارة اقتصاد قسم الإحصاء. منذ السبعينات أنا أعمل في مجال الثقافي، وتبوأت عدة مناصب، منها رئيس لجنة الثقافية في جمعية آشور، وفي جمعية ثقافية، ورئيس اتحاد ندباء الكتاب السريان، ونائب أمين عام لاتحاد ندباء الكتاب في العراق، وأمين عام لنادي الأدباء والكتاب في العراق، وكذلك في أماكن أخرى كثيرة. أنا لحد الآن عندي 52 كتاب موزعين ما بين مجاميع شعرية وترجمة ودراسات أدبية. الفترة الأخيرة إذا أشتغل على نقوش. صدر لي 3 كتب من دار أبجد للطباعة والنشر بالعراق. اللي كان أحد من هاي الكتب هو قراءة سريانية للنقوش المكتشفة في السعودية واليمن، مم. والثاني كان قراءة سريانية للنقوش المكتشفة في مدينة حضر العراقية، والثالث كان في مدينة تدمر. والكتاب الرابع على أمل أن يصدر قريبا من دار إحدى الدور النشر في الجزائر، دار فكرة كوم، على أمل أن يطبع خلال هذه الفترة ويعرض في معرض الجزائر، اللي هو دراسة عن النقوش المكتشفة في أرتيريا وأثيوبيا والصومال. يا سلام، يعني عمر حافل بالإنجاز، ما شاء الله. طبعا إضافة إلى مشاركاتي في العديد من المؤتمرات والندوات في العراق، سوريا، لبنان، أردن، الكويت، مصر، السويد، استراليا. جميل. وأنت عضو الملتقى الثقافي العربي الأسترالي، أليس نعم. كذلك؟ نعم. مرحبا بك أستاذ نزار، ونحن سعيدين بكم في هذا اللقاء، وفي برنامج مع اللغة العربية يبحث في القضايا التي تبحث فيها أنت. اليوم سنتحدث عن تقريبا جملة محاور، وبما أننا نهتم باللغة العربية
آه، برأيك أستاذ نزار، نحن عندنا قراءات نقول إنه اللغة العربية بدايات وما إلى ذلك، لكن عندك أنت كباحث، من أين يمكن الحديث عن تاريخ اللغة العربية؟ من أين يمكن أن نبدأ؟ بالحقيقة هذا موضوع مهم جدا، لأنه ما موجود عندنا من التراث العربي يعود إلى القرن السادس الميلادي، اللي هو القصائد المعلقات، وكذلك من القرن السابع اللي هو كتاب القرآن. ولكن إذا نقرأ القصائد، هذه القرآن القصائد الكريم، التي نعم. كانت في القرن السادس الميلادي نجدها قصائد راقية متماسكة لغويا. هذا يعني بأن اللغة العربية قد مرت بعدة مراحل إلى أن وصلت إلى ما عليه في القرن السادس الميلادي. ولكن المشكلة بالحقيقة أنا دائما يعني لاحظت هناك حلقات مفقودة، سواء باللغة العربية أو السريانية أو العبرية أو التركية أو الفارسية. المشكلة هاي الحلقات المفقودة اللي تخلينا أن نذهب إلى نظريات التأويل، لأنه ما معقولة أن تكون اللغة العربية اللي هي وليدة القرن السادس الميلادي، هذه القصائد الأمر القيس غيرها قصائد متماسكة ومتكاملة. إذا يجب أن نحاول أن نبحث عن الحلقات المفقودة في اللغة العربية أسوة باللغات الأخرى. النقطة الأخرى مع كل الأسف، حتى المعلقات الذي يقال عنها بأنها كتبت بماء الذهب وعلقت على جدار الكعبة لم تصلنا مكتوبة، ولكنها تناقلت من خلال الرواد، من بينهم معزبة بن نوفل وحويطة بن عبد وحماد الراوية. وبعدئذ فترة جمعت هذه القصائد وفي يعني في مجاميع. إذا المشكلة نحن بحاجة إلى وجود ما يدل على أنه كانت هناك اللغة مكتوبة. بالفترة الأخيرة أجرت هناك العديد من التنقيبات في السعودية، ووجدت الآلاف من الرقب الطينية أو نسميها العفو من النقوش المكتوبة على الصخور. بالحقيقة أيضا هذه يمكن أن نستدل من عندها إذا كانت البعض من عندها بالآرامي والبعض الآخر بالخط المسند. ولكن لاحظت النقوش الموجودة باللغة الآرامية بالفترة الأخيرة بدأت تقترب شيئا ما إلى الحروف العربية. طيب، إذن نحن بحاجة إلى إعادة النظر في الحلقات المفقودة. ماذا تعني بالحلقات المفقودة وأبرز إيش؟ الحلقات مثلا مثل ما قلت أنا، إذا أخذنا الأدب العربي اللي هو الأدب الجاهلي، المعلقات تجدها قصائد متكاملة، قصيدة يعني لها وزنها، لها إيقاعها، لها مفرداتها. إذا هذا يعني بأنه هذه القصيدة، هذه اللغة ليست وليدة ذاك الوقت. كذلك الحال إذا أخذنا مثلا اللغة السريانية، اللغة السريانية كل ما موجود بين أيدينا يعود إلى القرن الثاني الميلادي، وبعض الشذرات قد تعود إلى قبل الميلاد. ولكن أيضا هذه التي بين أيدينا تدل على أن هذه اللغة مرت بمراحل عدة، وهكذا باللغات الأخرى. وخاصة إذا أخذنا اللغة الآرامية، الكتابة الآرامية نجدها موجودة من القرن الثامن قبل الميلاد أو السابع قبل الميلاد خلال نقوش. وعثرنا على مخطوطة لحقار الحكيم بإحدى الأديرة، مكتبات الأديرة في صعيد مصر، تعود إلى القرن السابع قبل الميلاد. هذه بها حكم ومواعظ جميلة جدا. إذا لا بد بأن هذه اللغات قد مرت إلى بفترة معينة، أو بالأحرى ربما كانت هي خلينا نسميها التطور في اللغات القديمة وصلت إلى ما عليه الآن. جميل. أستاذ نزار، يعني بما أننا نتحدث عن اللغة العربية وعلاقتها باللغات الأخرى،
ما هي أبرز اللغات تاريخيا وحاضرا، أبرز اللغات التي ظهرت منذ التاريخ حتى منذ قبل الميلاد في منطقة الشرق الأوسط؟ طبعا هي أقدم اللغات هي كانت السومرية اللي هي بالخط المسماري. بعدين الأكدية، أكدية يعني كانت أقدر أسميها النسخة المتطورة أو الحديثة من السومرية، وأيضا كانت بالخط المسماري. بعد ذلك الخط المسماري تغير إلى يعني ما يشبه الأبجدية اللي نسميها أبجدية أوغاريت مهم. في سوريا. بعدئذ وجد الخط الآرامي والسبئي. الخط الآرامي القرن التاسع عشر قبل الميلاد، والسبئي يعود إلى القرن السابع والثامن قبل الميلاد، وكذلك الخط الجيزي، الأبجدية الجيزية. هذه كلها قديمة، ولكن السبئية منذ القرن الرابع الميلادي لم يبقى لها أثر، انتهت. الآرامية أيضا من القرن الثالث الميلادي لم يبقى لها أثر، انتهت. الأكدية كذلك انتهت. التي بقيت لحد الآن هي السريانية، العبرية، العربية، المندائية، اللي هم من الجذور الآرامية، وكذلك الخط الجيزي واللغة الجيزية اللي استطاعت أن تقاوم على مدى 2000 سنة. مم. هذه هي اللغات الحية من المنطقة. جميل. طيب، في وحدين يدخلوا الخمس لغات ويقولوا عنها سامية. اللغات السامية، أيوة، العربية والتجرينية والتجريت والعبرية والأمهرية، اللغات السامية. أنت تعريفك لهذه الفصيلة أو هذه الأسرة، هل هذا التوصيف صحيح علميا وبحثيا كما هو؟ أنا حقيقة درست هذا الموضوع، وإن شاء الله عندي كتاب أنهيت من عداوة ونشأة الكتابة من الخط المسماري إلى الآرامية بفروعها والجيزية والسبئية. بالحقيقة تناولت موضوع الكلمة اللغات السامية. أنا لا أتفق مع هذه التسمية. مم. ليش؟ لأنه أول من أطلق عليها هو لوكسمبورغ. مهم. العالم الألماني أطلق عليها على هذه اللغات بالسامية. بالإضافة طبعا هم اعتمدوا على دراسات أخرى قبلهم، ولكن تفضل. تفضل أستاذ نزار. نعم، لأنه بالعهد القديم يقال بأنه كلمة بابل هي من بلبلة اللغات. إذن هذا يعني كانت هناك لغة واحدة في مدينة بابل وتشظت إلى لغات أخرى، هاي نسميها بالسامية. وهذه اللغة إما تكون أكدية أو الآرامية، ولهذا أنا لا أتفق مع هذه التسمية السامية. جميل جدا. طيب أستاذ نزار، يعني هكذا أنت تحاول أن تؤرخ أنه اللغة العربية من أين تبدأ تاريخيا، ربطتها بذلك التاريخ الذي أشرت إليه. هل كملت الفكرة عشان نمشي لمحور آخر؟ يعني أكيد نعم. جميل. طيب، طالما أن التراث كما تحدثت عنه يبدأ من القرن السادس الميلادي، تراث هذه اللغات، نعم، وتحديدا ربما يعني اللغات التي تنتمي إليها اللغة العربية، من أين، طيب من أين اشتق الخط العربي؟ هذا مهم جدا، هاي سؤال جميل جدا. طبعا لأنه قلت لك، لأنه هناك حلقات مفقودة. إذا خلى العلماء أن يدرسوا الموضوع ليجدوا من أين ظهرت اللغة العربية أو اشتق الخط العربي. هناك ثلاث نظريات. النظرية الأولى اللي يعتقد بأنه اللغة العربية اشتقت من الآرامية النبطية، من الآرامية بلهجة يعني اللهجة النبطية. ومن كبار من ذهبوا إلى هذه النظرية هو الأستاذ في جامعات مصرية، أستاذ اللغات الشرقية، اللي هو إسرائيل وولفنستون، في كتابه تاريخ اللغات السامية. يعتقد بأن اللغة العربية
هي امتداد للنبطية، اللي هي فرع من فروع الآرامية، ويعتقد بأن الأنباط تركوا آثار كثيرة للعربية، من بينها الخط. هناك مجموعة ثانية من بينهم البلاذري في كتاب فتوح البلدان، والقلقشندي في كتابه الصبح الأعشى، وابن دريد في كتابه الاشتقاق، وكذلك البطران قليبوس داود في كتابه لمع الشهية، وبطريرك أفرام برسوم في كتابه لؤلؤ المنثور، وأنستاس الكرملي ودراوسنة وآخرون، يعتقدون بأن الجذور العربية هي مشتقة من السريانية. والكاتب الألماني لوكسمبورغ يذهب إلى أن اللغة الموجودة المتداولة في المنطقة قبل الإسلام كانت اللغة السريانية. هاي اللغة السريانية اللي كانت لغة المدارس، لغة الكتابات، ولغة الديانة المسيحية، التي من خلالها انتشرت في أرجاء المعمورة إلى أن وصلت إلى الهند والصين. فيعتقد بأن كل ما موجود، كل ما دون قبل الإسلام، يعتقد بأنه دونت بهذه اللغة. هناك نظرية ثالثة يذهبون على أنها اللغة العربية هي مشتقة من السبئية. من بين الذين يذهبون إلى هذه النظرية هو ابن خلدون في كتابه المقدمة الجزء الثاني، وكذلك حفني ناصيف في كتابه تاريخ الأدب. وأيضا هؤلاء يعتمدون لوجود كم هائل من النقوش المكتشفة في السعودية واليمن، والتي كانت بالخط السبئي. ويعتقد جواد طاهر، الأستاذ جواد طاهر، بأن الخط السبئي كان متداول إلى القرن الرابع الميلادي، وعثر على نص من هذا الكتابة في مصر، ونصوص أخرى في العراق. إذن كل واحد من ذولا يعتمد على بعض الشواهد اللي يعتمد عليها ويذهب إلى هذه النظرية. إلى أي منها تميل أنت وتثق تطمئن يعني؟ أنا أميل بأنها يعني الأقل أعتقد اللغة العربية والسريانية هي شقيقتان منبثقتان من الآرامية، وهناك عدة نقاط أعتمد عليها. من بينها أولا نأخذ من بين الذين ذهبوا إلى هذه النظرية أحد أستاذ في الجامعات المصرية اسمه نسيت اسمه، نجيب محمد البهيتي. نجيب محمد البهيتي في كتاب تاريخ الشعر العربي يعتقد بأن السريانية والعربية هي لهجتان للغة واحدة. أنا من درست الموضوع حاولت أن أجد ما يربط العربية بالسريانية. لاحظت بأنه هناك من يذهب إلى ذلك من بينها مثلا بعض الذين ذهبوا إلى هذا الموضوع هو القلقشندي مثلا، أو ابن حزم الأندلسي. كذلك إذا نأخذ الأستاذ خالد إسماعيل، كان أحد الأساتذة كلية الآداب في جامعة بغداد، وكان عضو من المجمع العلمي العراقي قسم اللغة السريانية. يعتمد على ما موجود من اللغة المتداولة المحكية في العراق، فيعتقد بأنه بالعراق هناك الضمير الجمع المتكلم هو نحنا وليس نحن. مثلا نقول سمعنا، أكلنا، كتبنا. شوف النون الأخيرة دي يمددوها، بينما المفروض تكون سمع زائدا نحن تبقى سمعنا، كتب زائدا نحن كتبنا. إذن يعتقد بأنه من تأثير آرامية فلسطين على اللغة العربية، ولهذا مددت النون الأخيرة. وهذا موجود لحد الآن بالعراق، نقول إحنا ونحن وأكلنا وشربنا وإلى آخره. أيضا إذا نأخذ بطريقة أخرى، مثلا هناك نشوف بين
إذا سوي مقارنة بين العربية والسريانية، هناك بعض الحروف، مثلا الدال تصير ذال، سين وشين مثلا. نقول هذا كم ذراع، ما نقول كم ذراع، نقول كم ذراع. ما معناته الذراع، لأن بالسريانية يقال ذراع ما نقول ذراع. إذا بالعربية بقت باللغة اللي بحكيها ذراع. مثلا نقول ما شاء الله هذا مثل الديب، ما نقول مثل الذئب، نقول مثل الديب، أكيد. لأنه بالسريانية هي ديبة. كذلك نقول مثلا آه، تور، يسمونه مثلا تور، ما يقولون ثور، تور، لأن بالسريانية هي ثورة. وهكذا كبير من العديد من هذه الأسماء المتداولة بالعامية. نجي إلى اللغة الفصحى، مثلا نأخذ الإنسان، بالعربية نقول شعر، بالسريانية سعرة، عين عينة، أنف أنفة، إذن أذنة، يد يد، رجل رجلة، صدر صدرة، وهناك العديد من المفردات الأخرى. إذا أخذنا مثلا الضمائر، هو هو، هي هي، إن أنا، إحنا نحن، وهكذا. أيضا مم. إذا أخذنا الأرقام مثلا، بس نقول حذ بالعربي أحد، ترين اثنين، شوف التاء والثاء، ثلاث ثلاث، أربع أربعة، حمش خمسة، شوف حاء والخاء، حمش بالسرياني بالعربي خمسة، شت ستة، شوف الشين والسين، وهكذا. أيضا إذا أخذنا الأفعال نقول مثلا قام بالعربي قام، كتو كتب، اكل أكل، وهكذا. في كثير من المفردات نجد هناك مفردات مشتركة. طيب. وحتى إذا أخذنا الحروف، ألف ألف، بيث باء، دلث دال، هيت ها، وهكذا. وهناك مم. أيضا شواهد أخرى راح نتناولها في محطات أخرى. جميل. وأنت تتحدث عن بعض المفردات في السريانية. نفس بالنسبة للضمير، مثلا ضمير الجماعة، يعني هسه نحن في التجريت والتجرينية مثلا، يعني بالعربي نقول نحن، يعني جمعنا وأكلنا نحن مثلا، لكن في التجرينية تقول نحنا. نحن، شوف أيضا بممدودة يعني. إيه، وتقول بلعناه، وبالتجرينية وبالتجريت تقول بلعناه. إيه، دكتور خالد اسماعيل يعتقد هاي من تأثير آرامية ايوه، وحتى الارقام، فلسطين وانت اللي تذكر هي الارقام التوراة، لغة تذكرت انه تقول مثلا خمسه باللغه العربيه، بالسرياليه ماذا تقول؟ حمشة. حمشه. بالتجرينيه بنقول حمشته. شوف أيضا لأنه التجرينية أيضا هي وبالتجريت قريبة. تقول حمس. شفت كيف حتى في الارقام وهكذا. طيب، نحن لا نزال معكم مشاهدينا الكرام من قناه سلامه الاعلاميه المباركه في حلقه من برنامج مع اللغه العربيه، وضيف اليوم هو الاستاذ نزار حنا يوسف الديراني من العراق الشقيق، يتحدث عن تاريخ اللغة العربية والخط العربي وما إلى ذلك. طيب، وأنت تتحدث أستاذ نزار، أستاذ نزار، قلت أنه آم، في اللغات الحية الملازمة للعربية واحدة منها السريانية. أولا، لما نقول مصطلح اللغات الحية، معناه هنالك لغات ميتة. هل يستقيم هذا المعنى أستاذ نزار؟ هنالك لغات حية وفي لغات نعم، ميتة. اللغات غير المتداولة، مثلا السبعية لم تكن متداولة، الآرامية لم تكن الآن متداولة إلا بلهجاتها، الأكدية غير متداولة، بينما العربية لغة متداولة يوميا، السريانية والجنسية متداولة، والجنسية العربية متداولة متداولة، في نطاق محدود. التجرينية متداولة. مم. والجيزية متداولة في نطاق في الأديرة وما إلى ذلك بالنسبة للأخوة المسيحيين يعني. نعم. طيب، معناها إذن، طيب، ما هو الذي يجعل من اللغة تكون حية؟ هل هو موروث التاريخي أم قوة وغناها؟ وكيف
كيف تكون اللغة حية دون غيرها؟ عندما تكون ممارسة، هناك شعب يمارس هذه اللغة. مم. فقط تقف على الممارسة فقط؟ طبعا بنقول ممارسة، يعني هناك كتابات، هناك تراث، هناك شعر، قصة وإلى آخره. جميل جدا. طيب الآن أنت أشرت أنه من اللغات الحية المرتبطة باللغة العربية والملازمة لها السريانية كما وضحت. إيش العلاقة المتميزة بين هاتين اللغتين؟ نعم، هذا جيد. مم. أولا يعني خلي شوية نعود إلى الوراء، نجد ما الذي خلى يعني جعل هاتين اللغتين أن تكونان شقيقتين، إن لم نقل أكثر من ذلك. مم. المنطقة العراق، المنطقة اللي هي بلاد ما بين النهرين، الموجودة فيها اللغة السريانية، كانت خاضعة للإمبراطورية الآشورية والإمبراطورية الكلدانية. هاتين الإمبراطوريتين كانت تستخدم اللغة الأكدية. بالمقابل أيضا الإمبراطورية الآشورية دخلت وصلت إلى السعودية، إلى الجزيرة، في القرن الثامن قبل الميلاد، من خلال الإمبراطور الآشوري تغلب-فلاسر الثالث. مم. وكذلك في القرن السابع الميلادي، لا عفوا، قبل سرجون الثاني وأشوربانيبال. وفي القرن السادس الميلادي أيضا القوات الكلدانية دخلت إلى الجزيرة ومكثت في الجزيرة. والقائد أو الملك البابلي الكلداني اللي هو نبونيد في القرن السادس الميلادي استقر في منطقة تيماء. أصبحت تيماء عاصمة دينية للإمبراطورية الكلدانية. وين إذا تيماء هذه الآن وين؟ في السعودية، ما بين السعودية والعراق، هي داخل السعودية هي. مم. إيه. فإذا هذا يعني بأنه عندما هؤلاء الآشوريين والكلدان عندما ذهبوا وبقوا وفتحوا منطقة الجزيرة، هذا يعني اللغة الأكدية انتشرت أيضا هناك. بعد ذلك دخلت الآرامية مم. وكذلك السبائية. إذا هذه اللغات هي حقيقة مزيج أو من خلال تلقيح اللغة الأكدية مع الآرامية مع اللغات المحلية، أصبحت هذه اللغة اللي هي السريانية والعربية. وخاصة لا ننسى بأنه إحنا نتكلم عن منطقة جغرافية مفتوحة مع بعضها، يعني الحدود ما بين السعودية والعراق مفتوحة، ماكو جبال، ماكو بحار. كذلك الحال بين العراق وسوريا، العراق والأردن، أردن سعودية، سعودية واليمن. إذا كان التجار بكل سهولة ينتقلون من مدينة إلى أخرى، من دولة إلى أخرى. مم. طبعا وفي ذاك الوقت ما كان اكو مترجم، يعني التاجر اللي كان يطلع من مكة إلى يروح إلى سوريا أو إلى العراق أو إلى اليمن ما يأخذ وياه مترجم، دلالة على أنه كانت اللغة مشتركة. وهذا ما يذهب إليه، ما يؤكد عليه دكتور نجيب محمد البهيتي، أستاذ في الجامعات المصرية. مم. يعتقد بأنه العربية والسريانية كانت بكل سهولة الذي يعني يخرج من السعودية إلى العراق إلى سوريا أن يتحدث بلغتهم، وهؤلاء كانوا يفهمون عندما يتحدث معهم. إذا هذه اللي خلت هذه اللغتين السريانية والعربية تكون متقاربة جدا ومتداخلة. جميل. من بين اللغات غير العربية أستاذ نزار، أي لغة تتحدث أنت من اللغات القديمة أنا أو أنا أتحدث الحية الموجودة اليوم؟ الموجود أيضا، أنا أتحدث اللغة الكردية أيضا. الكردية هي تابعة للغة السريانية؟ لا بعيدة، لا، اللغة كثير. أخرى، هند أوروبية قريبة على الفارسية، مم. ولكن متداولة في المنطقة في العراق. اللي هي اللغة الكردية في العراق، في الكردية. سوريا، تركيا، إيران. طيب، كده أقول للمشاهدين الكرام أهلا بكم حيا باللغة الكردية.
شلون؟ يعني ممكن تسلم عليهم تقول اه. لهم: أنا محدثكم نزار حنا يوسف الديراني، أتحدث في برنامج مع اللغة العربية في قناة سلام مع أخونا إيه. أحمد شريف، وهكذا. روش باش بو همو برادرة أو قال منها التلفزيون قناة سلام، قناة الحمية. ممتاز جدا. طيب شكرا لك أستاذ نزار. طيب وأنت تكتب الشعر كذلك بالعربية وغيرها، أليس كذلك؟ نعم، عربية وسريانية. عربية وسريانية. طيب وأنت قلت تتحدث اللغة الكردية هسي، صح؟ نعم. طيب لا تتحدث السريانية؟ برضو سألتك أنا. هي أتحدث. قلت لما قلت لك هل تتحدث غير العربية، قلت نعم، السريانية كده، السريانية متداولة في البيت. أن أنا مع تتحدث إذا أولادي أكثر من أتحدث لغة. سريانية. ها؟ أنا مع أولادي، مع أقربائي، مع أصدقائي، اللغة المتداولة بيناتنا هي السريانية. السريانية هي غير الكردية. لا، أكيد بعيدة جدا. طيب حدث المشاهد الكريم بالسريانية كده، يقول نفس الكلام. حزان اللي بيقرأ بشينة تلوخن وبصيغ ونداوغ بغدادي جوخا ملوءة هاو إيلي بد للشانة عرباية وشرشدية. جميل جدا. طيب هل لا علاقة بالأمازيغية اللغة السريانية؟ بالحقيقة ما قدرت أسوي دراسة، حاولت أن أحصل على بعض النقوش الأمازيغية، لحد الآن ما حصلت حتى أعرف شنو التداخل بيناتهم. لأنه أنا بستمع للأمازيغية، يعني أحاول، ما أنا ما بفهمها، لكن من خلال الموسيقى والكلمات كده حسيت إنه في شيء، في علاقة كده. يا أكيد أنا يعني متأكد بأن هناك بعض الأواصر المشتركة ما بين السريانية والأمازيغية، لأن مثل ما قلت لك اللغة السريانية، اللغة الآرامية بالذات قبل السريانية مثلا، انتقلت إلى هذه المناطق من خلال الفتوحات الإمبراطورية الآشورية. الإمبراطورية الآشورية وصلت إلى أرجاء بعيدة، فإذا كانت تنقل معها، خاصة بعد القرن الثامن والسابع الميلادي، كانت اللغة المستخدمة في الإمبراطورية الآشورية كانت هي اللغة الآرامية. وكذلك الحال بالإمبراطورية الكلدانية، أيضا كانت الكتابة واللغة المستخدمة هي الآرامية. وبعدهم الإمبراطورية الفارسية أيضا تبنت الآرامية، ومن مم. خلال فتوحاتها أوصلت هذه اللغة إلى أماكن وصولها. فإذا هذه اللغة الآرامية أكيد وصلت إلى الجزائر، إلى المغرب، إلى الصومال، إلى أرتيريا، إلى أثيوبيا، إلى كثير من المناطق. والدليل على ذلك هذا الكتاب الأخير اللي أنهيت من عنده، قلت اللي هو نشأة الكتابة. حصلت على نقوش عديدة من العراق، سوريا، يمن. لا عفوا، لا، يمن ما كان بها آرامي، كان بها سبعي. بس النقوش الآرامية عراق، سوريا، أردن، فلسطين، تركيا، إيران، أفغانستان. لقيت بعض النقوش في أفغانستان اللي كانت البعض من عندها بالآرامية واليونانية. وكذلك في إيران منصة بهاتستون، هي منصة شهيرة القرن الخامس أو السادس قبل الميلاد، في زمن الإمبراطور الفارسي دارا، كانت بثلاث لغات: الآرامية، الأكدية، والبهلوية. فإذا اللغة هي متحركة، تحركت مثل ما هي اللغة الإنجليزية حاليا، هكذا كانت اللغة الآرامية من خلال، طبعا نقول اللغة الآرامية اللي هي أيضا أنا متأكد هي جذورها أكدية. إذا هذه اللغة الأكدية الآرامية انتقلت إلى كثير من المناطق وأصبحت معروفة. ولهذا أنا يعني أحيانا مرة سمعت فتحت إذاعة كانت، لقيت واحد يتحدث، قلت هذا لغتها سريانية وكأنه، بعدين عرفت هذا أمازيغي. أمازيغي. نعم. نعم نعم. شكرا أستاذ نزار. أستاذ نزار، موضوع النقوش التي بحثت فيها
ولقيت أنها ممتدة من بلاد الرافدين إلى الجزيرة العربية، إلى منطقة القرن الإفريقي، حتى إلى الساحل الغربي لإفريقيا وما إلى ذلك. ده إن شاء الله نجي نناقشه معك في حلقة ثانية بإذن الله. اليوم سنركز حديثنا عن اللغة العربية والخط المرويات، خلينا نتحدث المرويات عن اللغة العربية والنقوش. والنقوش. أيوة. نعم. في الخط العربي، اللغة العربية مرتبطة بالخط العربي، نعم. لأن واحدة من الأشياء التي ثبتت اللغة العربية الخط العربي كمان، والخط العربي بأنواعه طبعا، أنواع نعم. عديدة أنت عارف وأكثر منا. ومرة كنا تحدثنا في هذه القناة المباركة عن الخط العربي وأنواعه وتاريخه وما إلى ذلك. فما الذي ثبت لديك فيما يتعلق بالخط العربي بين المروي و... والنقوش؟ نعم. ويا ريت لو بدأت لنا بالمرويات. نعم. المرويات، خلينا ناخذ المرويات في اللغة. أيضا مرويات، بنقول مرويات ما قالوه الأقدمون. مثلا الطبري. رواه الأقدمون. نعم. إيه. الطبري يقول ظهر الإمام الطبري. أيوة. الإمام الطبري يقول ظهر في ظهر الجبة اللي هي منطقة قرب المدينة. عثر على واحد من الأنصاريين، عثر على حجرين فيه كتابة. يقول عرض هذا أحد الحجرين إلى من يتقن اللغة يعني السريانية، ولكن لم يستطع قراءة هذا الحجر. والحجر الثاني عرض على من يتحدث العبرية ومن يتحدث المسندية السبائية، أيضا لم يستطيعوا قراءة هذا الحجر. يعتقد بأن اللغة كانت هي اللغة الأكدية. مم. أما أنا أقول، ولأن الإمام الطبري لم يقل لنا تاريخ هذه الحجارة، لم تصلنا صورة هذا النقش، أنا أقول ربما كانت بالآرامية. من المؤكد النقش الآرامي من قدمها لواحد سرياني ممكن ما يقدر يقراها، لأنه الحروف الآرامية هي حروف منفصلة. السريانية أسوة من العربية، الحروف ملتصقة. أيوة. وكذلك الحال عندما عرض على أبو السبائية أيضا ما راح يقدر يقراها. إذن هذا يعني استنادا إلى ما يقوله الإمام الطبري بأن اللغة الأكدية كانت متداولة أو وصلت إلى المنطقة. أيضا نأخذ مثلا أبو حزم الأندلسي اللي هو بقرن العاشر الميلادي، في كتابه الأحكام في أصول الأحكام ماذا يقول؟ يقول أبو حزم الأندلسي السريانية والعبرية والعربية هي 3 لهجات في لغة واحدة. يعتقد أبو حزم الأندلسي اللي يتقن العربية والسريانية والعبرية راح يعرف بأنه فعلا هي 3 لهجات للغة واحدة. ويقول بأن الاختلاف اللي صارت بيناتهم، بعض الاختلافات من خلال بعض الألفاظ أو بعض القواعد، يقول هاي من تأثير اللغات المجاورة. مثلا السريانية المجاورة لها هي التركية الفارسية، مثلا العربية المجاورة لها كانت السبائية، العبرية أيضا المجاورة لها في يعني بعض اللغات الأخرى. يقول بأنه كل لهجة من هاي اللهجات اللي هي كل لغة من هاي اللغات تأثرت بالمحيط اللي هي به، ولهذا شوية صار ابتعدت هذه اللغات عن بعضها البعض. إذن وكذلك الحال نجد البطريرك يعقوب الثالث في كتابه البراهين الحسية على تقارب السريانية والعربية يعتقد بأن اللغة العربية هي أقرب من السريانية مما هي عن اللغة الأم. أيضا نأخذ من المرويات الأخرى ما قاله زيد بن ثابت اللي كان الكاتب الشخصي للرسول محمد. يقول طلب مني أو سألني الرسول هل تجيد العبرية؟ قلت لا. قال عليك أن تتعلم اللغة العبرية، لأنه ده تصلني رسائل وما عندي ثقة باليهود أن يقرأوا لي إياها، أريد أنت تتعلم اللغة العبرية.
يقول درستها خلال 15 يوم، اتقنت العبرية. بعدها سألني هل تجيد السريانية؟ قلت لا. قال عليك أيضا أن تتعلم السريانية لأنه تصلني أيضا رسائل بالسريانية. ويقول درست السريانية وتعلمتها خلال 17 يوم. إذا الإنسان الذي يتعلم لغتين خلال شهر واحد من المستحيل إن لم تكن هذه اللغتين هي قريبة جدا إلى العربية. إذا هذه من حيث المرويات من حيث اللغة. نجي المرويات من حيث الخط الخط الكتابة. أيضا هناك عدة مرويات، من بينها ما قاله البلاذري في منتصف القرن التاسع في كتابه فتوح البلدان. يقول 3 أشخاص من منطقة اللي منهم العرب العاربة، اللي هم واحد اسمه مرابر بن مرة، والثاني أسلم بن سدرة، والثالث عامر بن جدرة. يقول هؤلاء الثلاثة هم الذين وضعوا الخط العربي على مقاس الخط السرياني، أي على مقاس الأبجدية السريانية. وهؤلاء انطلقوا. متى ذلك أستاذ نزار؟ القرن البلاذري هو القرن التاسع قبل الميلاد، العفو القرن التاسع الميلادي. ويقول هؤلاء انطلقوا من منطقة الحيرة والأنبار من العراق، ونقلوا هذه اللغة إلى الجزيرة العربية من خلال عبد الله بن جدعان وبشر بن عبد الملك، وهناك تعلمه أبي سفيان وآخرون. ولكن إذا دققنا بهذه الأسماء سنجد إنها ليست أسماء. مثلا مرابر بن مرة إذا كتبناها بالسريانية تكتب مار إمر بر بن مار، يعني السيد أمر ابن السيد. الثاني أسلم بن سدرة بالسريانية شلم بن سدرة، معناته أنها ابن الخطاط. الثالث عامر بن جدرة اللي بالسريانية أيضا عامر بن جدرة، اللي معناته عامر ابن الماهر. الجملة كلها تقرأ السيد أمر ابن السيد أنهى ابن الخطاط عامر ابن الماهر. إذن ما معناته لا نستطيع أن نقول بأن هؤلاء الأشخاص الذين كتبوا الأبجدية العربية. وخاصة البلاذري لم يقدم لنا شيئا ملموسا، كيف كتبوها، كيف كان الخط هذا، كم عدد الحروف، ما قدم لنا كل شيء، مجرد هي مروية يقول فلان عن فلان عن فلان عن فلان. نجي النظرية الثانية اللي يقودها القلقشندي بالقرن الرابع 14 ميلادية، وكذلك ابن النديم القرن ال11. يقولون يعني هذين الشخصيين بأن أول من كتب الأبجدية العربية هم 6 أشخاص، واحد اسمه أبجد، الثاني هوس، الثالث حطي، الرابع كلمن، الخامس صعفص، والسادس قرشد. يقول هؤلاء كتبوا الأبجدية العربية استنادا على أسمائهم، بعد ذلك أضافوا عليها الروادف. أيضا هذه نظرية يعني من الصعوبة الاعتماد عليها، لأنه أيضا لم يصلنا شيئا ملموسا بأن حتى نكتشف بأنه فعلا هؤلاء كتبوا هذه اللغة. ولكن بمستند يعني بالاعتماد على كلا النظريتين نستطيع أن نقول بأنه اللغة انتقلت من العراق من منطقة الأنبار والحيرة إلى المكة من خلال عبد الله بن جدعان وبشر بن عبد الملك. وأول من تعلمها بالجزيرة كان حرب بن أمية، ومن ثم أبو سفيان وولديه معاوية ويزيد، ومن ثم عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب، استنادا إلى هذين النظريتين. هذه من حيث المرويات الشفهية. أما من حيث المرويات الأخرى هناك الأساتذة ذهبوا إلى 5 نقوش يعتقدوا
إنها الأصل الكتابة العربية. يا ريت لو تعرض النقش الأول اللي هو نقش أم الجمال الأول. هذا النقش الذي بعثته إلي. نعم. نعم. أعتقد هو هذا رقم واحد، أعرض على الشاشة حتى أشوفها. لا لا، مو هذا، لا لا، هاي الحروف الأبجدية هاي. الحروف الأبجدية. لا، المجموعة الأولى، أول مم. واحد اللي هو نقش أم الجمال الأول. لما يجهز بعد، لكن لما نرجع للحلقة الجاية إن شاء الله نجهزه بشكل أكبر، لكن يمكن الحديث عنه. يعني إذا ما كان يفضل أن يكون موجود، لأنه هذا النقش عثر عليه في منطقة أم الجمال الواقع في جنوب حوران التابعة إلى الأردن. هذا يعود إلى سنة 250 ميلادية. مم. طبعا هذا النقش هو بالخط الآرامي. مع كل الأسف الذين قرأوا هذا النقش أنا أعتقد قرأوه قراءة خاطئة، لأنه حاولوا أن يقربوه إلى اللغة العربية، وهذا لا يجوز، لأنه لا يجوز أن تقرب اللغة إلى أي لغة أخرى. هذا النقش قرأوه: دناه نفو فهرو برسلي ريو جذيمة ملك تنوخ. طبعا الجملة غير واضحة، ولهذا فسروها بأنه هذا قبر فهر بن سلي مربي جذيمة ملك تنوخ. ولكن عندما حاولت دراسته وجدته بأنه هذا غير صحيح. الكلمة الأولى، أو مم. بالأحرى لاحظت بأن هذه الكتابة هي مزيج ما بين الآرامية القديمة الإمبراطورية، أو ربما الآرامية النبطية، والخط السرياني. الكلمة الأولى قرأوها دنا، هي بالحقيقة إما تقرأ أرحش أو تحش، لأنه الراء والدال هي نفس الشكل لها. أرحش بمعنى سارة، وتحش بمعنى حسة. كذلك الكلمة الثانية قرأوها نفو، هناك حرف شين بالوسط، هي نف شو بمعنى النفس. وهكذا الكلمات الأخرى. الكلمة مم. الأخيرة قرأوها ملك تنوخ. هي بالحقيقة لا يمكن أن تقرأ ملك، بينما هي تقرأ إما ملك ديلوخ ملكك، أو ملك ديانوخ، أو الملك الذي يدينك أو حاكمك. هذه طبعا إحدى هذه النقوش. النقش الثاني سنأتي أيضا. سنأتي للنقوش إن شاء الله دكتور أستاذ نزار حنا يوسف الديراني، لأنه الوقت أدركنا تقريبا، ولكن إن شاء الله سنأتي إلى النقوش ونعرضها على المشاهد الكريم. أنا حقيقة آخر حاجة كانت جاتني هي الحروف التي بعثتها، ولكن ربما أنت اعتمدت على المرسل القديم، أليس كذلك؟ بس خلي الأعداء على الأقل شيء قراءة سريعة. النقش تفضل. الثاني هو نقش النمارة، اللي هو يقال بأنه نقش امرؤ القيس، عثر في منطقة جبل الدروز، ويعود إلى سنة 328 ميلادية. يعتقد بأنه هذا خط نبطي لغة عربية، ولكن أيضا لاحظت القراءة اللي قرأوها قراءة غير صحيحة. النقش الثالث اللي يعتمد عليه هو نقش زبد، عثر عليه في خربة زبد الواقعة في منطقة قنيسرين في سوريا. هذا النقش كان موجود على جدار الكنيسة، يعود إلى 502 ميلادية. هذا الكتابة ماله يعني قريبة إلى العربية والسريانية. يمكن أن ننطلق من عند نقول بأن العربية ربما انطلقت من هذه الكتابة، أو هذه بداية العربية. كذلك نقش حران اللي هو أوضح، ولكن أيضا هذا النقش بدون نقاط. نقش حران أيضا وجد في منطقة اللي هي في منطقة حران، كذا هذا كان موجود على باب الكنيسة. وأيضا النقش الآخر اللي يعتمد عليه هو نقش أم الجمال الثاني، وهذا مبين هو كتابة عربية ويشبه الخط الكوفي. يعتمدون عليه. أنا أعتقد من خلال هذه النقوش إذا الخط العربي بدايته هي من القرن السادس الميلادي، بالرغم من أنه أنا لاحظت أو عثرت على بعض النقوش في السعودية
التي تعود إلى القرن الثالث الميلادي. أستاذ نزار، ما رأيك أن نفتح ملف النقوش نعم، أوكي. مسندة، يعني مرفقة، نعرضها للمشاهد ويطلع عليها واحدة بعد الأخرى إن شاء الله؟ ما رأيك؟ أوكي. الحلقة المقبلة. وفي نفس الوقت برضو سنتساءل سؤال كبير، يعني اللي هو من خلال الكتب والمؤلفات التي أصدرتها، ومعظمها باللغة العربية، أليس كذلك؟ نعم، عربية منها سريانية. هي سريانية. طيب، نحن حنسأل فيما توصلت فيما يتعلق بالنقوش إن شاء الله في الحلقة المقبلة. نعم، دعنا بالحقيقة. نختم هذه الحلقة بسؤال، وجاء في معرض حديثك وأنت تتحدث عن اللغة العربية واللغات السريانية والأكدية والأرامية وغيرها، كنت تقول لغات، أحيانا لغات وأحيانا لهجات. ما هو التعريف العلمي للهجة والتعريف العلمي للغة؟ أنا عندما قلت لهجة استنادا إلى ما قالوه الآخرين، أها. مثلا ابن حزم الأندلسي هو يعتقد هي 3 لهجات في لغة واحدة. كذلك الدكتور الهيتي أيضا يعتقد هي لهجتين للغة واحدة. لم أقل أنا اعتمدت على ما نعم، قالوه. في نعم، الوقت نعم. الحاضر لا نستطيع أن نقول هي لهجات، بل هي لغات. اللغة العربية لغة مستقلة، لها قاموسها ولها مفرداتها ولها قواعدها. اللغة السريانية كذلك، العبرية كذلك، الجيزية كذلك. أيوة، لا، أنا ما داير التعريف العلمي ليس فيما يتعلق بما طرحته أنت وما قاله أولئك المؤرخون والكتاب والعلماء، يعني لكن دايرين نعرف التعريف العلمي للغة وللهجة هو شنو يعني. هي اللهجة هي فرع من فروع اللغة. مثلا اللهجة العربية موجود، مثلا عفوا اللغة العربية لها عدة لهجات: لهجة العراق، البصر، سوريا، لبنان، الجزائر، تونس. وكذلك حتى في المنطقة الواحدة في العراق مثلا اللهجة العربية في موصل تختلف عما هي في بصرة، مم. وتختلف عما في مناطق أخرى. إذا هذه اللغة عندما تتوسع الموقع الجغرافي لهذه اللغة، وتكون هناك بعض الحواجز مثلا، أو يعني تمنع الاتصال اليومي بين الشعوب هذه المنطقة، فهذه اللغة تتحول إلى لهجات من خلال كل ممكن منطقة. اللهجة حتى ولو تكتب، ممكن تكون حتى لهجة، ممكن حتى ولو لها حروف تكتب بها يمكن أن نسميها لهجة. كيف يعني؟ ماذا معنى وحدين يعرفوا اللغة هي التي لها حروف وتكتب، نعم. اللهجة التي ليس لها حروف ولا تكتب ولكن يتحدث الناس بها. هذا التعريف التقليدي ده. بالحقيقة أيضا أنا لا أتفق مع مع هذه النظرية، لأن هذه اللهجة كانت يوما من الأيام هي لغة. إذا اللهجة العربية الموجودة في موصل مم. تكتب الحروف العربية. اللهجة اللبنانية اللي يسموه مثلا بلبنان أكثر الأدباء يكتبون شعر محكي، أي اللهجة المحكية في لبنان، ولكن تكتب عامية. بالحروف العربية. وهكذا في مناطق أخرى. إذا اللهجة لا يمكن أن تتداول ما لم يكن هناك حروف تكتب بها، وإلا كيف هي وصلت كلمة. إلينا؟ واللهجة أصلا جاء من كلمة لهجة. لهجة يلهج لهجا، يعني يلهج لسانه بشيء، يعني يتحدث يعني ويتكلم يعني. شفت ازاي؟ فنحن برضو نجي إن شاء الله في المستقبل نسأل ونغوص في التعريفات العلمية للغة وللهجة. عموما أستاذ نزار، شكرا على هذه المحاضرة القيمة. ونحن بس رتبنا الأسئلة حتى نسهل على المتابع الكريم. وأنا أشكرك باسم كل المشاهدين، ولكن لنا وعد بإذن الله لن نخلفه، أنا ولا أنت إن شاء الله. في الحلقة القادمة نتحدث عن النقوش التي بحثت عنها في المنطقة، وربطت هذه الحضارات، قلت أنت حضارات هي ممتدة كلها حضارة واحدة، ونقدم نماذج للنقوش عربية وأكدية وسريانية
وقراءتك لها وتفسيرك وما إلى ذلك. فإن شاء الله نلتقي بك في الحلقة القادمة إن شاء الله. إن شاء الله. حياتي لك أستاذ. وفي نفس الوقت نطلع على بما خرجت من كتاباتك العدة التي ألفتها. شكرا لك أستاذ نزار حنا يوسف الديراني، الباحث والناقد والشاعر. وإن شاء الله حنستمع لشعر من عندك في الحلقة القادمة إن شاء الله، من شعرك بالعربية وبغير العربية. أيها المشاهدون الكرام، هذه قناة سلام، ومنها تابعتم الحلقة رقم 153 بحمده تعالى إن شاء الله. ونلتقيكم في اللقاء المقبل. يقول الحق سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. صدق الله العظيم. ويقول الشاعر: الحي حي من حياة لسانه، فإذا أبيد من اللسان أبيد. شكرا لك أستاذ نزار، وشكرا لكم أيها المشاهدون، والشكر كذلك للمخرجين والمنتجين في هذه القناة المباركة، قناة سلام. السلام عليكم أيضا ورحمة الله شكرا وبركاته. جزيلا، وتحياتي للأصدقاء الموجودين معك في القناة. شكرا جزيلا أستاذنا حبيبنا نزار حنا يوسف. ولكم مني أنا أحمد شريف تحية عاطرة. نلتقيكم في الحلقة المقبلة. السلام عليكم.